足がバッキー。溺れゆく蝶。やっと来たか。まだ私が退屈で幼稚なやつだと。もっと近くにおいで。怖がることはない。لا تسوي لنا شيء جديد عليك يعني. سابق البشر بعدة خطوات. يا إبليس فكر بخطة جدا ذكية. قناة دمار المستقبل. صرت أعشق شيء اسمه أنيميشن، كله لأجل هذه الرسالة. أنت شخص ما تقدس دينك، راح تنهي الأنمي بإذن الله. ثالث، أعرض عن الله. أي شيء اسمه أتاكم متدين. كائنا من كان. ما شيء اسمه ما أقدر أحذفها، تحذفها. والله إني قشعرت. بالنسبة لي ما هو تاريخي إن ابتلاءك دائما هو الأصعب واللي هو 静雄から虚構へ進化した廃墟の形。各社ブッダ、オーディン、神々の王であり、知恵、戦争、魔術の神。トール、雷、稲妻、そして力の神。ロキ、欺瞞と策略の神。ゼウス、神々の王であり天空と雷の神。ポセイドン、海、太陽、そして地震の神。ハデス、冥界と死者の世界の神。アリズ、血に飢えた戦いの神。アマテラス、太陽の女神であり神々の長。スサノオ、嵐と海の神。つくよみ、月の神。イザナギ、最初の創造神。そしてイザナミ、創造の女神であり死の女神。肉に光景を目にする、あるいは神への冒涜。初めてاستغفر الله. 1ヶ月が経って استغفر الله. 2ヶ月が経って استغفر الله. 10年が経って هلا ابو داحم، بالله كيف الانمي اللي اعطيتك؟ مو بجامد؟ يا ليل، مسوي طالع منها ترى نص الانميات والمسلسلات والافلام اللي معطيني اياها نفس الشغله، يعني لا تسوي لنا شيء جديد عليك يعني. تقييمك اسحب على ذي النقطه. قايل لك والله قايل لك. 天选西海单数三雄国家 انولدت في عائله بسيطه، حي ومنزل بسيط، اب وام عظماء جدا بالنسبه لي، لكنهم كانوا ايضا بسطاء بالنسبه للعبه ابليس. 悪魔のゲーム。يعني معليش البشر انتم اكيد ما راح تقارنون انفسكم فيني، يعني خبره مليارات السنين، وفوق كذا اقدر اشوفكم من اماكن انتم ما تشوفونها بكل سهوله. شوف انا ما كان ودي افضح نفسي ابدا، لكن بعطيك اسلوب اغواء واحد من اساليبي الكثيره. ليش بعلمك اياه؟ اكيد مو سواد عيونك، اكيد عشان ما يكون عندك حجه يوم القيامه، وعشان يجي يوم القيامه ما عندك اي عذر تعتذر فيه لله عز وجل.
الاسلوب هذا بكل بساطه اسمه التعرض المحض، more exposure effect. شوف بكل سهوله انا ما احتاج اني اطيحك في المعصيه ولا اددك فيها واقربك اليها، مجرد ما انك تشوف المعصيه هذه مرارا وتكرارا بدون ما اسوي لك اي شيء، مع الوقت راح تتقبلها. ما يهمني ابدا كم كان هذا الوقت، المهم انك تتقبلها. شهر، شهرين، سنة، سنتين، 100 سنة، ما تفرق معاي. والجميل بهذا الأسلوب إنه يمشي دائما على الأغلبية، يعني ما يحتاج أتعب نفسي. الأغلبية راح يطيحون فيه وفوقها بيجتهدون على نشره، وما راح يعارضهم إلا فئة واحدة، وهذه أكثر فئة أنقتها. المتقين من أكثر الفئات اللي يحبها الله عز وجل وتحب الله عز وجل. الفئة هذه ما أقدر عليها أبدا، اللي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، عكس ما أنا سويت. اللي إذا شاف نقطة صغيرة ممكن توصله بعد 10 أو 20 سنة إلى الحرام يترك هذه النقطة. أنا أحاول أقنعهم إن هذه النقطة ما راح تأثر فيك الحين، لكن المتقين نظرتهم جدا بعيدة. بس إيش اللذيذ والممتع جدا بالمسألة؟ إن العامة في أغلب الأحيان ما يفهمون المتقين، فالمتقين دائما غرباء عن العامة، وهذا أجمل وألذ شيء بالنسبة لي. لما المتقي يحذر العامة من هذه الإشكالية الصغيرة جدا، العامي غالبا يرد على المتقي بإنه متشدد أو محافظ بزيادة عن اللزوم، وهذه أجمل كلمة بالنسبة لي، لأنها تردع أي ناكر عن المنكر وآمر بالمعروف. بس أنا دائما سابق البشر بعدة خطوات، وأحاول دائما أركز على الأشياء اللي ما يغفرها الله عز وجل، وأعظمها الشرك بالله. للأسف وبالفم المليان إبليس يكرر هذا الأسلوب، وفي كل مرة يمشي على البشرية، لكن ترى ما يمشي إلا على فئة واحدة، الفئة اللي ما تتقي الله عز وجل. لكن عبر الأجيال الفئة هذه تزيد إلى أن تطغى على الفئة التي تتقي الله عز وجل، لأنك لو لاحظت في كل مرة ربي يعطي فرصة للتوبة إلى أن تطغى الفئة الظالمة فيخسف بها الله، وبعد أن يخسف بها الله مثل قوم نوح وقوم لوط وكثير من الأقوام الآخرين، يطبق إبليس أسلوب التعرض المحض عبر الأجيال لتنعاد الكرة إلى أن يخسف بهم الله عز وجل. ويسعد إبليس بهذا الخسف، لأن هذه الأمة لم تتب لله عز وجل، ومثواهم جهنم خالدين فيها. هذا التكنيك ممكن يبدأ فيه إبليس وعمرك 10 سنوات، وما تشوف آثار هذا التكنيك إلا بعد 100 أو 200 سنة. إلا سبحان الله في وقتنا هذا تسارع الزمان بشكل مرعب، ما احتجنا 100 سنة عشان نتشرب كل هذه المعاصي بكل سهولة، مجرد 10 أو 15 سنة. وهذا بسبب الاختراعات التي ربطت بين جميع الشعوب. فممكن تبدأ معصية مرعبة جدا ما قد تخيلناها في بلد أو قوم يبعد آلاف الكيلومترات، وفي ثوان معدودة هو عندنا بسبب الإنترنت والأجهزة. هذا الأمر ساعد إبليس وخلاه يروج. العرب كانوا مسلمين موحدين لله عز وجل، إلى أن أتى إبليس بهذا الأسلوب، وبطريقة ذكية جدا استغل حب الناس للدين والمتدينين، واختار معصية الغلو وبدأ فيها. لذلك حذرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من أن نغلو بأي أحد كان، حتى ولو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه. فنحن نعبد الله وحده لا شريك له، والأنبياء والرسل كلهم عبيد لله عز وجل. من الأمثلة الحاصلة في زمننا الحالي أنك ممكن تشوف ناس كثيرة تسمي نفسها مسلمة لكنها تغلو بإحدى الشخصيات الدينية وتدعوه أو تحلف به، أو يقولون أنهم يقربونهم لله عز وجل، أو أنهم يضرون وينفعون مع الله أو من دون الله. نرجع لقصة إبليس الواضي. إبليس هذا لقى أن في شخصيات جدا متدينة، وزي ما نشوف إحنا مثلا العلماء في عصرنا الحالي نحبهم ونقدرهم، ذكرت أسماء هذه الشخصيات في القرآن. فلما ماتت هذه الشخصيات إبليس فكر بخطة جدا ذكية، وسوى فيها وزير اللطافة والإيمانيات، وقال يا ناس لازم نبني لهذول الأشخاص المتدينين الطيبين اللي إحنا نحبهم تماثيل وأصنام، لكن حاشا الله عز وجل أن نشرك به. إحنا نبغى الأصنام هذه بس عشان ما ننسى ذكر هذول الأشخاص الطيبين. إبليس هنا طيح القوم بالتعرض المحض، وخلاهم يتعودون على وجود هذه الأصنام وإنها أصنام مميزة. فطبعا أول الأجيال ما تأثرت أبدا، وإبليس ما يهتم بهذه الأمور. إبليس يلعب على المدى البعيد، جيل جيلين ثلاثة، إلى أن أصبحت هذه آلهة وتنفع أو تضر بدون أو مع الله عز وجل. طيب يا إبراهيم إيش عرفهم إن كل هذه الأشياء راح تصير بالمستقبل؟ إيش ذنبهم؟ ذنبهم إنهم ما اتقوا الله عز وجل. المفروض إنهم من بداية الأمر يقولون
هؤلاء بشر، هؤلاء بشر يا إبليس مثلهم مثلنا، وجزاهم عند الله عز وجل. واستمروا بالشرك إلى أن جاء نوح عليه السلام، حاول معاهم بشتى الطرق 950 سنة تخيل، لكن زين لهم الشيطان حتى أغرقهم الله. من الآثار المرعبة أن ابن نوح عليه السلام ما آمن. نوح عليه السلام أدى الأمانة والرسالة، لكن ابنه تأثر من المجتمع. فالمعصية اللي أنت تسويها وتحسبها معصية شخصية وما لها علاقة بأي أحد، مع الوقت راح يكون لها أثر على الأهل والزوجة والأولاد والأجيال. ولا تستغرب إذا وقفت بين يدي الله ورأيت جبالا من السيئات على عاتقك، لأنك كنت سببا في انتشار هذه المعصية ولم تجعلها تقف عندك. 真理の構造、真の唯一神教をなす3つの法則。التوحيد لغة نسب الوحدانية والوصف بالانفراد عما يشاركه أو يشابهه في ذاته وصفاته. اصطلاحا هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والتوحيد له 3 أقسام، ولعلك أخللت بإحداها. توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك، وقد كان الكفار سابقا يؤمنون بهذا القسم. توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وإثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه من صفات النقص سبحانه وتعالى عما يصفون. التعرض المحض للأنمي بدأ أول خطوة له في العالم العربي عبر طريق قناة دمار المستقبل. القناة هذه على قولة إخواننا المصريين شكله بسكوتاية بس هو هيعورك. شكرا إخواننا المصريين، لولا الجمل الرهيبة هذه كيف راح أوصفها؟ لأن القناة هذه بصريح العبارة جابت الأنيميشن الياباني وشالت منه بعض الكفريات، شالت منه بعض العورات، شالت منه بعض الكلمات الغير لائقة، وتفضل تفرج يا طفل. لا ما أغلط عليك إنك طفل، لا كلنا يعني وإحنا أطفال تفرجناها. فالقناة هذه كأنها قالت لإبليس ريح على جنب شوي وخلهم علي. تعرف لما خويك يفزعلك يقول لك خلها بوجهي ولا دقة صدري، يعني ما عليك عندي الموضوع. طبعا وانت صغير ما عندك هذا الوعي، المسؤولية كلها على الكبار في السن. بس زي ما وضحنا اللعبة كانت أكبر من إن الأشخاص العاميين يقدرون عليها. سنة بعد سنة، سنة بعد سنة بتكبر طبيعي وراح تمل من هذه القناة، وأكيد تبغى تتطور المرحلة اللي بعدها اللي هي متابعة الأنمي المترجم من مصادر الأصلية وبأعلى جودة وأول بأول. لأن الصراحة قناة دمار المستقبل ما كانت شادة حيلها كفاية، ويا دوب كل شوي تخلص الأنمي وتعيده، ما عنده أنميات جديدة. فجأة وأنا بزر ألقاني ختمت عالم البلابل 1,000,000 مرة في السنة. تبي الصراحة أنا ما أحب البروباغندا، ما أدري وش معناها بس أحسها حلوة كذا، وما أحب المؤامرات، الأمور هذه يعني ما تمشي عندي. لكني إنسان منطقي وأحاول إني أسمع لكلام الله عز وجل بقدر المستطاع. أنا أثق 100% وأقولها بالفم المليان إن قناة دمار المستقبل ما كانت خبيثة وذكية إلى هذه الدرجة. يعني أبدا ما تقدر تشبهها مثلا بشبكة فسوق فليكس أو مسخ فليكس. عاد واضحة أنت فهمها يا أخي، فهم هي طايرة. حرفيا قناة دمار المستقبل كانت مجمعة مواهب معينة، حبوا هذا المجال، ما اتقوا الله عز وجل، ما ابتعدوا عن الحرام، قرروا انهم يروحون فيه، وهذه النتيجة. والعياذ بالله اللي توفى منهم ولا تاب قبل وفاته عليه أوزار جميع هذه الأمم اللي بدت عالم الأنمي عن طريقه. من هذول الناس متابعين وعاشقين ومروجين لهذا العالم لدرجة ان بعضهم توصل مشاهداته بالملايين، وكل الأوزار ترجع إلى القناة هذه.
بس يا اخي ما تلاحظ شيء ان جيلنا تربى على هذه الامور لدرجه صار يعشقها. يعني انا حرفيا بسبب قناه دمار المستقبل هذه صرت اعشق شيء اسمه انيميشن، اركز على الالوان وكيف استخدموها، اركز على تحريك الكاميرا، هل هم سلكوا في القتال وحطوا لك الكاميرا هنا وجلسوا يتضاربون ولا الكاميرا كاميرا. الفكره اننا تاسسنا على عشق هذه الامور. لكن المفاصله ما ادري هي ما اسمها مفاصله، اسمها كذا شيء يعني ما ادري، انا ضيعت المصطلح الصراحه. المفارقه ان الجيل اللي قبلنا، انا ما اقول لك روح قبل 5 أجيال، لا الجيل اللي قبلنا على طول لو توريهم او لو يعرفون انك تتابع دي الاشياء الرسومات هذه، يمين بالله لا تصير لقمه صائغه حرفيا. ايش تابع انت؟ ورقه يو شوف البزر يتابع ايش تابع انت؟ كراتين ورع. كان في احتقار شديد للشخص اللي يتابع الانمي او الكرتون. معلومه اتوقع الكل يعرفها ان الانمي هو الانتاج الياباني للرسوم المتحركه والكرتون هو الانتاج الامريكي. يعني كل واحد. فسبحان الله كيف بس ب10 أو 15 سنة تغيرت أفكار الجيل بشكل كامل. صار أقل شيء إن المسلم تابع 5 أنميات الأشهر، يعني إذا ما تابعتها معروفة الجملة اللي راح تنقال لك، يعني فاتك نص عمرك. أيوة بالضبط، 10 أو 15 سنة بس كانت كفيلة بأنها تغير تفكير جيل كامل وتخرجهم من النور إلى الظلمات. 恐るべき矛盾。イスラム教徒が現在最も崇拝している教皇。無駄だサイヤ人、お前の存在こそ罪なのだ。 إحياء الموتى، حكام الأكوان، وصولا إلى زينو خالق كل شيء. استدعاء أرواح الموتى، استدعاء ملك الموت لقبض روح العدو مقابل روح المستدعي. التحكم بالطريقة واللحظة التي يموت فيها كل إنسان عبر كتابة اسمه في مذكرة الموت. ياغامي لايت بطل القصة ينصب نفسه إلها للعالم الجديد ليتحكم بمن يموت ومن يعيش. مونكي دي لوفي بطل القصة بعد أعوام مديدة من المتابعة يتضح لنا أنه إله للشمس بمسمى نيكا، فواكه الشيطان، والتي تعطي قدرات خارقة ومنها قدرات لا يمتلكها إلا الله عز وجل مثل التحكم بالصواعق والرياح. والآن مونكي دي لوفي إله الشمس هو العدو الطبيعي للآلهة. إنل شخصية لديها قدرة التحكم بالصواعق ينصب نفسه كإله يعاقب بها. أساس القصة شجرة عملاقة تربط جذورها بين العوالم التسعة التي تسكنها الآلهة والعمالقة والبشر وغيرهم من المخلوقات. بطل القصة العملاق المهاجم إيرين ييغر باستطاعته أن يؤثر على عقول أسلافه وأن يتحكم بنسلهم وذكرياتهم وتغيير المستقبل عبر عالم المسارات، العالم الذي يشبه وبقوة ما قاله الله عز وجل لنا عن الغيبيات. ففي هذا العالم تخلق شخصية يومير العمالقة من تراب، وهذا العالم لا تنطبق عليه قواعد الزمان ولا المكان التي في الأرض. ثوان معدودة في هذا العالم تساوي سنين عظيمة في الأرض. مجتمع أو عالم الأرواح، العالم الذي يشبه عالم البرزخ والتي تنظم فيه ملائكة الموت انتقال الأرواح من عالم الأحياء. ملك الأرواح الكيان الذي يتحكم بتوازن العوالم الثلاثة، وكلنا نعرف من يقصدون بهذا الملك. تجسيد الخالق بمسمى الحق يجلس خلف بوابة يعاقب من يخالف قوانينه. خلق الحياة عبر قدرة التحويل البشري إما لاستدعاء الموتى أو لصنع بشر اصطناعيين عبر حجر الفلاسفة. سكن كيان إلهي أو شيطاني في عالم اللعنات يقام له طقوس ويخشى غضبه. العيون الستة هي قدرة لأقوى بشري في هذا الأنمي، هي من الأساس قدرة للإله بوذا من الديانة البوذية The Five Eyes، رؤية المادة والألوان العادية، القدرة على الرؤية عبر مسافات شائعة واختراق الظلام، القدرة على رؤية الفراغ والحقيقة الكامنة وراء كل شيء، الإدراك المطلق والكامل لكل زمان ومكان، ومعرفة الحقيقة المطلقة وراء الكون. عيون جوجو ساتورو
عندها القدرة على معالجة المعلومات بسرعة خارقة، مما تجعله يتحكم بالأفكار والعقل، وهذا ما وضحه الكاتب في تفعيل مجاله. فالعصبة أو الشريط الذي هو فوق عيونه ليس من فراغ، إنما يكبح هذه القوة الهائلة. القدرة التي عند نيترو هي تجسيد للإله بوذا، وتم إظهار هذه القدرة في الكثير من الأنميات. كيان ظلامي يملك القدرة المطلقة على تحقيق أي أمنية مهما كانت مستحيلة عبر تقديم قربان أو تضحية. الارتباط المباشر بإله الشمس وإله النار، واستخدام تقنيات التنفس الخاصة بهم، وتناسخ الأرواح عبر الأجيال. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ممكن يتراود في ذهنك سؤال جدا طبيعي: إبراهيم، ليش كل تركيزك في هذا المقطع على موضوع الشرك؟ هل لأن المشكلة الوحيدة؟ يعني لو أجيب لك أنمي يا إبراهيم ما في شركيات، حلال إني أتابعه؟ طبعا مو من جدك، السؤالين كلهم غلط، يعني والله مو معقول. إلى هذه الثانية في المقطع لسه تسأل الأسئلة دي. 彼らはこの使命のために命を捧げたというのに、我々はそれを娯楽と引き換えに売り渡した。 ركزت في هذا المقطع على الشرك إلى هذه الدرجة لأن أعظم إشكالية ممكن إنها تمس دينك. كيف وصلنا لهذه المرحلة اللي تخليك وأنت تكلم المسلم وتقول له إن هذا الشيء فيه شرك، يقول لك أنا أتابع للمتعة فقط؟ كيف إن المتعة واللذة والشهوة تخليني ممكن أضحي بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ كيف ممكن أن نفس هذه اللذة تخليني أخاطر بدخولي للنار، نار الدنيا الضعيفة جدا 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 مقارنة بنار الآخرة اللي أنا ما أقدر أحط يدي فيها لمدة 5 ثواني حتى؟ متى وكيف وصلنا لهذه النقطة؟ الشيء اللي ربي خلقنا لأجله اللي هو توحيد الله عز وجل صرت أفرط فيه عشان شخصيات وقصص ورسوم متحركة فقط. رسالة التوحيد اللي تعذب لأجلها نبينا صلى الله عليه وسلم، قريش اللي المفروض تكون السند والأهل والقبيلة هي أول من حارب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مدينة الطائف يصب دما كله لأجل هذه الرسالة. وعندما أتاه ملك الجبال وقال له بمعنى القصة أطبق عليهم الأخشبين، النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار العذاب ولا الموت لأمته، بل أنه أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم، ووضع أملا في أولادهم ونسلهم لعله يخرج منهم من يوحد الله عز وجل. كيف رسالة التوحيد اللي تعذب لأجلها بلال بن رباح رضي الله عنه وآل ياسر، وكانت منهم أول شهيدة في الإسلام، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فدوا هذه الرسالة بأرواحهم واشتروا الآخرة مقابل هذه الدنيا، ونحن اشترينا هذه الدنيا مقابل الآخرة. それらは自らの神聖なものを娯楽のための商品に変えてしまった。 طبعا مو كل الانميات فيها كل هذه الآلهة وكل هذه الشركيات، لكن اغلب الانميات فيها شركيات من نوع او اخر. بس ما تساءلت ليش اليابان بالذات من بين كل الصناعات فيها الكم الاكبر من الشركيات؟ اليابان بشكل اساسي تعتمد على هذه الديانتين. 神道、数百万の神々への崇拝。 الديانة هذه تعتقد بوجود ملايين الآلهة والأرواح وفي كل شيء، الشجر، القمر، الشمس، الإضاءة هذه. 魂の転生とカルマ。 ديانة تناسخ الأرواح والكارما. كارما آخر فترة البنات هابين عليها يحسبونها كلمة لطيفة ورهيبة. لا احذفوها من قاموسكم. الديانة الثالثة إن اليابان أساسا يعني ما تفرق معاهم الديانات، يعني حرفيا تعرف جملة اعتنق الإنسانية من ثم اعتنق ما تريد، هذه أتوقع أنها جملتهم، أتوقع يعني من عندي، يعني حرفيا ما تفرق معاهم، ما يقدسون معتقداتهم أو دياناتهم، ما عندهم مشكلة إنه يدخل ديانته بالأنمي ويغير فيها على كيف، وبرضه بنفس الوقت ما عنده أي مشكلة يستخدم أي ديانة في الأرض وأي أسطورة من الأساطير الدينية الكفرية الشركية دامها بتخدم القصة. وأغلب الأنميات تلقاها خليط من 3 أديان 4 أديان، يعني فهو أساسا ما يبغى إنه يمرر لك الأفكار ويلعب عليك، لا أساسا هذا شيء مو موجه لك،
انت شخص ما تقدس دينك ولا تهتم لإلهك، تعال عندنا. انت شخص بالنسبة لك الله خط أحمر وما ترضى انه يمس اي احد. 一神教の破壊、天使の利体を楽しみ、預言者を冒涜し、神を冒涜すること。 الآلهة فجأة قررت أن البشر ما يستحقون الوجود لأنهم يظلمون ويسرقون ويطغون، فاختاروا أنهم يمحونهم من الأرض. لكن شخصيات بشرية رفضوا هذا القرار، فأتوا بحلبة يتقاتلون فيها البشر ضد الآلهة. ليش أنا أتفرج على آلهة أساساً وعادي عندي؟ طيب ممكن أنت متعود على الشرك، لكن لما يجيب لك الأنمي هذا شخصية آدم عليه السلام، لا مو تشابه أسماء، آدم عليه السلام بعينه، آدم أبو البشر، نفس الفكرة بالضبط اللي إحنا نؤمن فيها. وتخيل إن آدم عاري، تخيل آدم عاري، أيوة معاه تفاحة، أيوة ومغطي عورته بورق الشجر. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ممكن أنت تقول أوف كيف سووا كذا؟ التعرض المحض. الآلهة لما أنا تكلمت عليهم ما استغربت أنت مرة، لكن لما قلت لك إنهم جابوا آدم عليه السلام ممكن هذه أول مرة تشوفها، فحسيت إن الموضوع مرعب وخطير. يوم بعد يوم كمل في المتابعة، لو يجيبون لك الأنبياء كلهم حاشاهم عليهم السلام ما عندك مشكلة، لأن هذا الشيء صار مع الأعظم من كل الأنبياء عليهم السلام، مع الله عز وجل. 猛毒の娯楽、我々が溺れゆく禁忌の沼。 أخيراً وصلنا لهذه الفقرة هذه أنتظرها من أول. شوف يا حبيبي، عندنا بالأنمي أساسيات، الأساسيات هذه موجودة في كل أنمي. طبعاً إحنا كمسلمين ما عندنا شيء اسمه هذا الذنب لطيف، هذا الذنب خفيف، فأنا أسويها، لا، إحنا عندنا كمسلمين نكتة سوداء. وين القلم الأسود؟ تعال خلني أرسم القلب أول دقيقة، أنا معليش يعني أول مرة مع السبورة. هذا القلب الحين، طبعا القلب مو زي القلب حق الايموجي ده، لا وين انت، ترى شفت، ترى احنا نحتاج وعي اكثر من كذا. هذا القلب تمام، يلا بحط لكم صمامات يلا هنا عشان لا تقولون ابراهيم قصر معانا. ها عندنا شيء اسمه نكته سوداء. نكته سوداء يعني نكت سوداء لما يصير قلبك اسود. واذا صار قلبك اسود ايش الاشكاليه؟ طبعا انه راح يتقبل المعاصي بصدر جدا رحب وراح يكره الطاعات. أنا الحين بسوي دائرة، الدائرة هذه هي أساسات معاصي الأنمي. طبعا يعني إن شاء الله أنها دائرة، يعني دائرة كوكيز أي شيء تشوفونه. نبدأ بالأساس طبعا، أصول اللي يحب إبليس طبعا جدا، اللي هو الموسيقى. هذه أصول، هذه تلعب بالقلب لعب. وطبعا إحنا حاليا وصلنا لزمان جدا مميز. الزمان هذا يعني عليه أحاديث وأقوال وآيات كثيرة جدا، اللي هو الزمان اللي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وكيف صارت حلال الموسيقى؟ طبعا بالتعرض المحض زي ما قلنا، مور اكسبوجر افكت، لازم تحفظها عندك، لا يجي وقت الاختبار وتقول لي ما راجعت. فالموسيقى حرفيا الحين بتلقاها داخله بكل شيء، لدرجة هواية جدا عادية ما لها دخل مثلا زي الكورة، بتلقى الموسيقى قاطة في الكورة. ممكن انت انسان مسكين رايح تاكل، يعني تبغى عيشة جوعان، ولا تبغى تروح تشرب قهوة، تدخل مكان تشبق تلقى في موسيقى شغالة. ليش؟ فلذلك الموسيقى ايش جالسة تسوي حاليا؟ نكت سوداء زي ما قلنا في القلب، الين ما يصير القلب ما يتحمل انه يقول الموسيقى حرام واني انا جالس اثم. لاني كيف استمتع باللحظة؟ انا اساسا حاط الموسيقى في كل لحظة من لحظات حياتي عشان استمتع. كيف اشوفها ذنب؟ لازم انا احللها عشان ارتاح. يعني يا ابراهيم انت تقنعني الحين لو الانمي ما في الا الموسيقى المفروض ما اتفرجها؟ ايوه يعني ايوه يعني بكل سهوله، يعني ما يحتاج لها حنكه. طبعا في نقطه اولى منها، لكني حبيت امسك الموسيقى عشان اتفاهم معها زي الناس. النقطه الاولى من الموسيقى حرف الذال. عارفها انت، عارفها، شو لا نقدر على بعض، انت عارفها، ذوات الارواح. حتى كتبت الواو قبل الراء انا اكتب على ورا ما ادري كيف. يعني ابراهيم تقنعني ان من الاساس غلطنا اننا اعطينا ذوات الارواح وجه.
للأسف. النقطة الثالثة المهمة جدا واللي ما يخلو منها أي انمي، الشرك بالله، وهذا طبعا الطامة العظمى. وضحنا أقسام الشرك وإن ما في أي انمي يخلو من الشركيات حتى لو بأبسط درجات الشرك، وطبعا أبسط درجات الشرك هي عظيمة جدا على دينك وعظيمة جدا عند الله عز وجل. فأنت ممكن تشوف انمي تقول يا إبراهيم هذا انمي رياضي ما في شركيات. طيب أولا عندك الحلف بغير الله، بحق السماء، بحق الأرض، وضحنا هذه النقاط. والشيء الثاني عندك المسميات، أنت ما تعرف أن هذا اسمه فلان الفلاني بالياباني، ولد آل فلان الفلاني، أنت ما تدري إن إيش معنى هذا الاسم. أنت بحثت عن كل اسم وكل حركة في الانمي وإيش معناها؟ ما بحثت. النقطة الرابعة العظيمة جدا، النساء. طبعا يا سلام على التفكير الياباني للمرأة، طبعا يتفنن بأنه يخلي صوت المرأة مثير حتى لو تسولف عادي. المرأة كذا في الانمي تقول كيف الحال طيبين، تلقى الصوت مقصود للإثارة. الأمر الثاني طبعا اللي هو مفاتن المرأة واللقطات ما يحتاج يعني واضحة. طبعا الأساسيات هذه موجودة زي ما قلنا في كل انمي، إضافة إلى الثانويات. طبعا أنا ما راح أقدر أجيبها كلها، لكن اللي راح أتذكره راح أكتبها لكم. الأولى عرفتها، ما راح أكملها طبعا عشان اليوتيوب لا يحذفها، واليوتيوب تعرفون أنتم برنامج قديش ما شاء الله عليه، والله العظيم بيننا يوم القيامة. هذا الشيء في الانمي مختلف عن المسلسلات والأفلام. يعني في الانمي يعطيك إياه بطريقة غريبة. كيف يعني أنا ممكن أعطيك شخصية ولد لكنها يعني امرأة من كل النواحي، لكن هذا ولد. كيفي أنا يا الكاتب أبى أخليه ولد، يعني صوته صوت امرأة، شكله شكل امرأة، أفعاله أفعال امرأة، لكن بالانمي اسمه ولد عادي. كذا الانمي عباطة، الانمي كذا عباطة، أنا أمشي اللي أنا أبغاه. بعد الشين عندنا طبعا اللي هو الخمر. طبعا الخمر يا سلام في الانمي، الخمر دائما يكون احتفال. ايش يعني؟ لحظات السعادة، حتى الالوان وزوايا التصوير تأثر على المشاهد. الامور هذه مدروسة دراسة، ما هم غشيمين زيك. جنب الخمر على طول معروف يعني ايزي، اصول لحم الخنزير. كل كلامي عن الخمر يطبق على لحم الخنزير بالحق. ايش في كمان بالانمي؟ عندك شيء جدا عظيم، ضياع الوقت. في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، راح احط لكم النص في الشاشة، انك راح تسأل عن امرين، عن شبابك وعن وقتك. لان فترة الشباب هي اعظم فترة في حياتك، وطاقتك فيها تكون واصلة اعلى مراحلها. فاذا انت بهذه الفترة بالذات من بين وقتك في الحياة كله مضيع على هذه المعاصي، الله المستعان. برضو عندكم الشتم، ما راح اكتبها حتى واضحة، الشتم والسب والكلمات البذيئة. اللي بعده اللي برضو ما راح اكتبها لانها بعيدة وتعبت، الوشوم، الترويج للوشوم. انا اشوف الشخصية جدا فخمة معضلة هاتي على قولتهم، حاط لك الوشم من هنا لين هنا، وقوي وفخم واسطوري، واخليه صورة عندي بروفايل بيتشر. واذا استمريت اكثر واكثر راح تصير تحبها وممكن تبغى تسويها. وهذا الشيء شفناه، وصار ناس كثير تقول خليني اسوي لك وشم حلال. عليك التعرض المحض ببجاحة كذا يا اخي، يلعب علي يا اخي. دم زيادة ما راح اكتبها برضو لاني خلاص ما راح اكتب شيء. انك تجاهر وتنشر هذه الامور 99%، هذه النسبة اللي انا احبها دائما عشان اطلع من التعميم. عشان يجي واحد يقول تعميم لغة الجهلاء، انا اعطيك 99%، يعني في 1% ما لهم دخل. 99% من الناس اللي تتابع الانمي في البداية يكون ناقد عليه، مع الوقت يصير يحبه، مع الوقت يصير متعلق فيه ويبدأ يدافع أو ينشر أو يجاهر بالإنمي. طبعا هذا الدرع رب يجمعني بمحمد صلى الله عليه وسلم. يمكن ما يكون واضح لكم لكن أنا مسمي هذا الاسم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يفخر بنا، وأن لا نسود وجهه. وهذا مذكور في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسودوا وجهي. نسود وجهه بإيش؟ بالمعاصي. إيش المعاصي؟ منها طبعا ومن أعظمها الأمر القدر هذا. 3人のうちお前はどれだ دخلوا 3 أنفار على مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. ال3 أنفار هذول كل واحد كان له ردة فعل مختلفة. الأول رأى المجلس وارتاح له ولقى فسحة أو مساحة في المجلس فمباشرة جلس في هذا المكان. الثاني ما لقى مساحة فاستحى إنه يضايقهم وجلس في الخلف. الثالث ما أعجب المجلس وكرهه
وطلع منه. يعني بصريح العبارة ما أعجب هذا الدين ولا يبغى أوامره ولا يبغى نواهيه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بحال هذول الثلاثة. الأول أقبل على الله فأقبل الله عليه، والثاني استحيا من الله فاستحى الله منه، أما الثالث أعرض عن الله فأعرض الله عنه. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر 哀れな矛盾。音楽を消しても冒涜は消えない。 جاهز انك تشوف اغرب شيء ممكن شفته في حياتك؟ لو انت تابعت المقطع بتعرف انه مع اسلوب التعرض المح هذا شيء ما هو غريب ابدا. ابليس الغايه اللي هو يبغاها اساسا من هذا التعرض المح انك تشوف الشيء هذا جدا عادي، ما تشوف فيه اي اشكاليه ولا اي حرام. فانا بوريك الحين شيء اسمه حلال اديت. ايش يعني حلال اديت؟ اديت يعني تعديل او تصميم، حلال يعني حلال، فهمت؟ زي لما تروح دول برا وتلقى اكله مكتوب عليها حلال، هذا حلال اديت. يعني كيف صار تعديل الحلال؟ اوريك الحين. وكانوا قدوة للناس. يا سلام، ايوه من اول احنا ندور ناس تسوي حلال اديت. خالفتم قول الرسول. التصميم اساسا على شياطين. انت حرفيا بعد المقطع خالفت قول الرسول، انت خالفت اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. ايش قاعد تسوي؟ انت اذا شلت شيء واحد محرم من بين مليون محرم اخر ما يعني ان الشيء صار حلال. اسمع زي فلان، عندي لك دعوه لحفل بس لا تخاف، الحفل هذا ما في اغاني، حلال حفل حلال بارتي، تمام؟ طيب يا فلان في 100 شيء محرم ثاني، لا شلت الاغاني خلاص. مروجان فتيات، سمايل اتس سنه، سمايل ابتسم تراها سنه على كفر وشرك يعني بس سنه. انت عليك بالسنه وعليك باللطافه. يعني انت شوف اللطافه. انت هو ايش الحلو بالانمي اساسا؟ اللطافه اللي فيه. ترى الانمي لو يجيب لك اعظم كفر وشرك يجيب لك اياه بشكل لطيف كذا كيوت، يخليك تقول يا مشرك يا لعاب، تتفرج، فهمت؟ لانك انت شايف ان الشرك لازم يرتبط بشيء مرعب. اذا ابو جهل لازم ابو جهل يرسمن. لا مو لازم ابو جهل يرسمن. نبغى نشوف التعليقات مثلا. خلينا اكيد في ناس بتقول يا فلان وتستهبل انت. هذا واحد على الفطره السليمه كتب حلال واستفهام، حتى لطيف مره. حلال يسال يعني حلال. اخيرا بحط لايك وقلبي مرتاح لان لا حرام ولا ذنوب. يا هي لا حرام ولا ذنوب. ايوه هذه الحياه ترى حلوه بدون حرام وذنوب، بس للاسف هذا اللايك فيه حرام وذنوب ومليان ملغم. احس انه مسلم يعني اكيد ما راح يجيك اكيد ما راح يجيك شنتوي يسوي لك المقطع ده. يعني تستاهل انت. ما شاء الله على التصميم، ما شاء الله، استمر. واحد كتب ميوزك اكس ايز اكس حلال اديت. يعني هي بس ذوات الارواح والموسيقى، اذا شلتها يا سلام خلاص استمتع. يعني مين لعب عليك يعني؟ الله يكثر من امثالك. لا تكفى الدعوه رجعها، تكفى. لا يا ربي لا تقبلها يا رب، لا تقبلها يا رب. الله يقلل من امثاله ويهديهم. اعوذ بالله، هذا كاتب اديت بما يرضي الله. تكفى اقسم بالله الكلمه دي. اعوذ بالله، اسال الله عز وجل ان يغفر لك لا اله الا الله. والله تنصدم. فاينلي حلال اديت اي كان فاينلي ريبوست. اوتاكو متدين. لا ما في اي شيء اسمه اوتاكو متدين ما في. واحد كاتب بالتعليقات لا يجوز اخي. ايوه اخيرا والله كم لبثنا. اقسم بالله اني استانست يا عيال. الحمد لله والله العظيم اني استانست يا عيال. حتى اسمه الحمد لله، والله اني مو قاعد استهبل. اسمه الحمد لله على وجودك يا اخي. بس حاط صورة انمي على الاقل ناكر للمنكر، على الاقل واو. حتى في بنت كاتبت له في التعليقات مسلم جيرل، طبعا كاتبت له نايس اديت برو، وحطت له قلب وبكيه حزن وبكيه يعني من جمال الاديت. فهو كاتب لها ثانكس سيستر. يا عيال والله عيال دعم في التعليقات، دعم ان هذا نصر للامه. ايوه والله بطني تعبت يا رجال من كثر ما اتكلم. خلاص بريح. والى متى انتم انصدمتوا قبل شوي صح؟ اتوقع خلاص ما عاد في شيء بيصدمكم. يعني اتوقع انكم خلاص الحين صرتم متبلدين، لكن شوفوا معي هذا. Throughout heaven and earth, I alone am the honored one. انا المبجل في السماء والارض، مصمم عليها حلال اديت. يا اخي
يا اخي اكذب علي يا اخي، اكذب علي يا اخي، انا ما تابعت الانمي، تجي تحط يعني بجاحه، يعني حاط لي الجمله الشركيه وسط وسط الاديت الحلال على قولتهم، يعني طبعا ما هو حلال بس انا اقول لك يعني. انت لما تجي مسكين كذا شبق 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 تمشي فهمت، وتشوف كذا حلال اديت مجنون ده فهمت، تدخل تتفرج الفيديو حلال يعني صامل الرجال، تدخل تشوف التعليقات حلالي وبما يرضي الله كفو انت افضل متطوع في الدنيا في العالم. انت تبدا تحس نفسك غلطان، تقول انا شكلي متشدد، انا شكلي بالغت، انا شكلي يعني بالطريقه المنحدره، لا انا لازم اهدي، لازم اعيش الدنيا كذا وسطيه، الاسلام الوسطي. لا انت تبدا تشك بنفسك. عشان كذا الواحد لازم يحيط نفسه بصحبه صالحه، زوجه صالحه، هذا الشيء يخليك تطمئن. لكن لما كل الناس حواليني عكس التيار، انا بحس اني انا الغلطان، انا بحس اني انا الغلطان. الحين بنروح على الناس اللي انتقدت الانمي وبنشوف التعليقات اللي انتقدت المقطع اللي انتقد الانمي ونرد عليها. هذا المقطع جدا جميل، خلونا نشوفه مع بعض. إذا كنت تتابع ون بيس فأنت تتابع رحلة الإله الذي يقاتل الآلهة والذي ورث عزيمته من الإله لكي يحرر العالم من جميع القيود التي وضعها الآلهة. فهكذا وبكل سهولة أقول لك أنت لا تتابع ون بيس، بل تتابع وترى أمامك الشرك بالله والإساءة إلى ربك جل في علاه. وكل هذا وطبعا بغض النظر عن ما فيه من موسيقى وعري وشواذ، فإن الشرك أكبر شيء يجعلك تترك متابعة ون بيس يا أخي وحبيبي الموحد. جميل، شفنا المقطع جدا جميل، 500 تعليق. انت اذا شفت التعليقات جدا كثيره مقارنه بالدعم حق المقطع اعرف ان في بوكس صاير في التعليقات، في غشنه أليمة. أسوأ شيء ممكن تتفرج عليه الانمي. كلام جدا جميل. الحمد لله تركت جميع الانمي وحياتي بدات تتحسن، نسال الله عز وجل يثبتنا واياكم. امورهم طيبه الين ما وصلنا عند هذا التعليق، بس انا ما اؤمن بذي الاشياء ولا ادعمها، بس مجرد اتابعها. هذا اكثر تعليق يعني ساذج والله ما ينطبق على اي امر، وانا بقول لك ليش. الحين انا جيتك قدامك، انا ابراهيم جيتك، طوط امك، طوط ابو جدك، طوط اهلك، انت تضحك معي ومستمتع معي. جاء شخص اخر قال يا فلان يغلط على امك، تقول لا انا ما اخذها انه غلط على امي، انا بس يعني اضحك واستمتع معه. هم يسمونه اله، حنا نقول ملك. يا سلام، اصحاب السبت يسلمون عليك. تعرف قصه اصحاب السبت؟ روح ابحث عنها، يسلمون عليك. هذا حاط صوره لوفي مسكين تحسس. هذا عربيا تعرف ما واحد يقول لك تحسست، ايش فيك تحسست؟ هذا اولا اسمهم حكام مش الهه، مو رقص هشي. ثانيا مش معنى جيت على طبعا والله اللغه العربيه زفت هذا، وانت تتابع انمي وترجمه طول الوقت قدامك ولغه عربيه فصحى، مش معني جيت علي ون بيس بس. لو هنمشي بنفس تفكيرك فمعظم الانميات كده وبالتاء المربوطه كدت كمان، يعني ايش والله يعني ادرس والله العظيم، ترى فكره الدراسه مره حلوه ترى. قال لو نمشي بنفس تفكيرك فمعظم الانميات كذا. ايوه مو معظمها كلها حرام، ايوه. شكرا والله شكرا، يعني انت تحسب ان يعني هذه حجه علينا، هذه حجه عليك. جزاك الله خير يا شيخ، بس انا اشوفه كاستمتاع وليس تصدقي. قد احنا عن تابعه بس نشوف لوفي شو لا ياخذ الكنز، احنا ما عم نتابع الالهه وهالامور هي حالها تطلع. اوه بطني، اوه لا اله الا الله. يا والله بطني، استغفر الله، لا يكون فتاق يسمونه. اوف استغفر الله، وش اللي لحالها تطلع؟ انا مالي دخل، هي طلعت لحالها. والله ما قاعد اتصنع، لا حد يقول تتصنع ولا شيء. من قال لك هذا؟ ائتني بهذا الانسان الذي اخبرك بذلك. الحرام هو الرسم، ما دخل رؤية الرسومات على شاشة لم ارسمها ولست احلل، انا اسأل اللي يعزف الموسيقى بس انا اسمع لها، بس انا ما اعزفها. ايش القاعدة دي؟ طبعا غلط طبعا، مو مليون مليار بالمية. اليوم ما عاد بتابع انمي وبالذات ون بيس. ايوه هذا الكلام اقسم بالله، الله يثبتك يا بطل. انا احب الانمي بس اشكال البنات المزز مثل بس. اي ايش قاعد تقول؟ يعني انت عطبتها زي. وش دخلنا فيهم؟ نتفرج لنستمتع. سلام، ايوه هذا الولاء والبراء. ايوه ما لنا دخل، احنا ما لك دخل فيهم لا تتفرجهم. كيف ما لك دخل فيهم تتفرجهم؟ ما تجي. اول شيء نحن اذا شوفنا ما بنعمل ولا اشي من ذا كله ولا نصدقه. اسم حسابه اكون اكس كون وصورة حسابه انمي، وهذا وانت ما تعمل ولا تصدق. لو عملت وامنت ايش بتسوي؟ إتاداكيما. بنت كتبت خلصت طيب جزاك الله خير بس ما راح ابطل. الله المستعان.
كلمة تزعل يعني، كأن الواحد ما يعترض على نصيحة هذا الشخص اللي قدامه، كأنه زي ما سوى إبليس، لن أسجد يعني بصريح العبارة، يعني ما راح أبطل، كذا يقولها بصريح، ما راح أبطل. アルイフラース宗教神話と疑心が塵と化す場所。 عمرك فكرت ليش رسولك الشريف صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن؟ كيف سطر ونص من بين آلاف الأسطر يعدل ثلث القرآن؟ لأن يا عزيزي القرآن ينقسم لثلاثة أقسام، قسم يختص بالأحكام، وقسم يختص بالقصص، وقسم يختص بالتوحيد. الكفار ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا صف لنا ربك الذي تدعون إليه، فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد. الأربع كلمات هذه تدمر جميع الأديان. والله إني قشعرت من عظمة الله عز وجل، ما أحتاج لمئات الأسطر، 4 كلمات فقط. إذا الإله احتاج لإله آخر هذا نقص وعيب في الإله. الله الصمد والذي تصمد إليه جميع الخلائق. إذا أردت المطر أطلب من إله المطر، وإذا أردت الرياح أطلب من إله الرياح، وإذا طلبت القوة أطلب من إله القوة. هذا يعني أن إلهكم ليس بقادر، ومقدرته محدودة على شيء واحد، وهذا ليس بإله. لم يلد ولم يولد. إذا كان إلهك قد ولد فهذا يعني أنه ليس الأول وليس بإله. ونحن جميعنا نعرف أن لحظة الولادة لحظة ألم وتعب ومشقة على من يولد، فكيف بإله يولد؟ ولم يكن له كفوا أحد. إذا إلهك البشر تستطيع على قتاله، والآلهة الأخرى تجابهه وتعارضه وبإمكانها أن تطيح به، هذا ليس بإله. 虚偽の打倒、アッラーの敵への屈服を拒む。 أبيك تركز لأن من هذه النقطة يبدأ التغيير. كل كلام السابق كنت أوضح فيه المحرمات والمشاكل اللي في الأنمي، وطبعا كل الكلام 99% قصدي ينطبق على المسلسلات والأفلام والألعاب مع نسب متفاوتة. مثلا المسلسلات والأفلام تلقاها تميل أكثر للأجندة وللتعري وللقطات، والألعاب الأسوأ فيها أنها تدخلك بالجو بزيادة عن اللزوم، فتصير أنت داخل في هذا العالم. طبعا العوالم هذه برضو مليانة موسيقى، مليانة تعري، مليانة سلكيات، مليانة. الحين خلونا نتكلم عن كيفية ترك الأنمي. طبعا القاعدة هذه مو بس على الأنمي، أي محرم أنت واقع فيه. فركز معي. أول شيء قبل لا أروح للحرام نفسه، أنا عندي نقطة جدا مهمة. إيش الشيء اللي جالس يغذي هذا الحرام؟ لو تكرف حياتك كاملة في ترك المحرمات، لكن في أشياء صغيرة أنت ناسيها، وهذه الأشياء هي اللي جالسة تغذي الحرام، ما راح تتركها أبدا. طيب هذا مثلا يدخل في موضوع المحادثات، أصحاب، أهل، جلسات، أي أمر من هذه الأمور يغذيك ويرجع يعطيك طاقة للأنمي، هذا الأمر لازم تتركه قبل لا تبدأ ترك الأنمي وأي محرم في حياتك. طيب مثلا الأجهزة، عندي لابتوب، عندي بي سي، عندي جوال، أول ما أفتح الجوال ألقى خلفية أنمي مثلا، حاط صورة حسابي أنمي، الاستوديو أو الملفات مليانة أنمي. طيب هذا بخصوص الأجهزة. الذكريات، طيب عندي في الجوال لقطات وأنا مع أخوياي وسنابة وإحنا جالسين نتابع فيلم أنمي مثلا، أو سفرتنا لكوكب اليابان وحماس، وهذه ذكريات مرة جميلة ما أقدر أحذفها. تحذفها، ما في شيء اسمه ما اقدر احذفها، تحذفها، لان هذه الامور راح ترجع تغذيك، والشيطان شاطر بيجيك يقول لك يو تتذكر الايام الحلوه مع الشبيبه يا اخي راح. لا تعطيه اي مجال. طبعا مو هذه الثلاثه بس، في عده امور ثانيه. اي شيء يغذيك ترجع للحرام مهما كان. ما عليك من النقاط اللي انا احطها، كل واحد عنده حياته، ممكن في شيء صغير جدا انا ما اعرفه في حياتك وجالس يعيد لك الشغف في الانمي، تبغاني اجي اطلع انا؟ انت تعرف، بل الانسان على نفسه بصيره، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. آخر نقطة، أعظم نقطة، الفضاوة. مهما أشغلت وقتك بالخير، الشيطان راح يلقى وقت فراغ يدمرك فيه، إلا لو أصبحت إنسانا منتج. الإسلام يبغى إنسان منتج، يبغى إنسان عنده هدف، إنسان يصحى كل يوم يحارب لأجل هذا الهدف. 無限の
法則 ال1000 ريال ماذا تعني بالنسبة لك؟ ممكن لبعضكم تعني له الشيء الكبير، والبعضكم بسبب حاله المادي الطيب يراها شيء بسيط. خلينا نرفع الليفل شوي. المليار ريال هذه مهما كان حالك ممتاز إلا إنك تعرف إنها شيء جدا عظيم، ولو أخذتها يمكن تكفيك إلى نهاية حياتك. شفت قد إيش المليار ريال هذه شيء عظيم؟ خلينا نقارنه بالإنفينيت أو اللانهائية اللي هي أموال لا نهائية. كم راح يصير مقدار المليار؟ ولا شيء. ايوه ولا شيء. اي شيء تقارنه في اللانهائية يصبح لا شيء. طيب انت لو عشت في هذه الدنيا 70 سنة يا اخي، 100 سنة يا اخي، 1000 سنة، مقارنة بحياة الخلود او اللانهائية، ايش تعني هذه الحياة؟ والله العظيم ما لها معنى بدون هذا الدين. طيب قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ 脱出プロトコル、幻想から抜け出すための実践的計画。 نرجع لموضوع الترك بالصريح. يا إبراهيم أنا شلت كل هذه الأمور، دمرتها، دحرتها، إيش الخطوة اللي بعدها؟ يا سلام، في طريقتين لترك الأنمي ولترك أي حرام. الطريقة الأولى هي الأفضل لكن ممكن ما تنفع مع الكل، اللي هي الترك الكامل 100%. دمر وكنسل كل شيء يتعلق بهذا الحرام. خذ على نفسك عهد ووعد أمام الله عز وجل إنك ما عاد ترجع لها من بعد هذا المقطع. الله يبعدنا عن كل حرام. لو جاء يوم من الأيام وسقطت فيها مرة أخرى، مباشرة احدث توبة واتركها بشكل كامل. هذه الطريقة أنا أشوفها أفضل طريقة، لأنها ما تعطي مجال للشيطان، لأنك أنت ما تضمن نفسك. لو قلت بتترك بالتدريج ممكن تتابع حلقة وتقول بترك، ومع الحماس ومع الأغاني ومع نهايات الحلقات اللي تجي تلقاك تشغل الحلقة اللي بعدها، والله المستعان. فالترك الكامل هو الأفضل دائما. لكن يا إبراهيم أنا إنسان قد جربت أترك الأشياء بشكل كامل وللأسف أرجع أسوأ وأسوأ. إيش الحل؟ الحل الترك التدريجي لكن بحزم. بصريح العبارة، لا تكذب علي ولا أكذب عليك. كل حرام في له درجات. يعني مثلا أكيد مو كل الأنميات تاريخية، في أنميات أسطورية بالنسبة لك، وفي أنميات جيدة جدا، وفي انميات مشي حالك تتابعها وتقضي فيها وقت، الله المستعان، الوقت هذا اللي راح تسأل عنه يوم القيامة. فايش اسوي عشان اترك بالتدريج؟ خليك معاي وخليك حازم زي ما قلنا. النقطة الاولى، اي انمي بالنسبة لي ما هو تاريخي يعني دمار ما اقدر اني اتركه حاليا، هذا الانمي الذي ليس بتاريخي زي ما قلنا تتركه بشكل كامل ولا تتابعه ولا ترجع لحلقاته ابدا. لانك لو تترك لوجه الله، الاشياء اللي بتغلبك نفسك بتتابعها، لكن هذه الاشياء ما غلبتك نفسك عليها اساسا، مو مره متحمس معاه، ليش تتفرج؟ كانك محتقر الذنب. الحين سوينا تصفيه، باقي بس الانميات التاريخيه بالنسبه لي الرهيبه جدا. اترك كل انمي ما لا نهايه. ما في انمي يا ابراهيم ما لا نهايه، انت فاهم قصدي. انمي مطول 5 سنوات 10 سنوات 20 سنه اتركه. انتم عارفين الانمي اللي انا محدد عليه، لا تخلوني اتكلم. طيب باقي الانميات اللي اساسا مخلصه وانا داخل معاها جو، او باقي له موسم او فيلم، يعني ما عادهم طول. طبعا انا ما اقول لك هذا الكلام عشان تحتقر الذنب، لانك اول ما تحتقر الذنب والله العظيم ما راح تطلع من الدوامه هذه. ما تدري يمكن تموت اليوم او بكره وانت لسه تتابع الانمي هذا وهو ما انتهى. طيب في النهايه بخصوص بدائل الانمي، اولا ابعطيك قاعده: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. احنا قلنا مو لازم البديل او العوض يجي في الدنيا، لكن احنا نتكلم عن عوض الجوائز. لكن عوض الدين باذن الله بيجيك في الدنيا، من حب للقرآن، من حب للحديث، من حب للصحابة، من حب للرسول عليه الصلاة والسلام، لقصصهم. يا الله والله العظيم، أول دمعة بتنزل مع قصص صحابة أو قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تخليك تندم على كل دمعة نزلت على الانمي. فوقها تخيل يا أخي، أسألك بالله تخيل، تؤجر على كل ثانية، على كل دمعة، على كل رأفة، على كل تشوق، كل يا أخي كيف أوصفها؟ أي مشاعر تطلع معاك، أو أي وقت تقضيه، أو أي كلمة تكتبها، أو أي رسالة تسجلها، كلها حسنات. تخيل يعني أنت بدل ما كنت طول الوقت تجمع سيئات وقلبك كل ما لا يصير أسود ويبعد عن الطاعات، هنا العكس تماما يا أخي. الجو هذا، الحالة أو البيئة هذه اللي أنت تتخيلها، والله إنها بيئة جدا عظيمة والكل يتمناها، والله الكل يتمناها.
ترى هذول شنتوين والعيال والله انهم يتمنونها، لو ما يتمنونها كان سووا قصص بدون ديانات. يا اخي انا انسان عايش بدون ديانة، ايش دخل اهلي بالديانات؟ هذا معناته ان الديانة جزء لا يتجزأ بل هي اساس، لكن هم ايش سووا؟ جحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ما بطول بالبدائل، لكن البدائل زي ما قلنا تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان الله راح يبدلها بالخير. طيب يا ابراهيم لو انا ابغى الترفيه، هذا خير وبرضو امر جدا عظيم وطيب ونتمناه، انا ايضا ابغى الترفيه. في ترفيه لكن انا ما راح اعطيك اي قناة، انت بنفسك، انت بصير على نفسك. اي قناة تعجبك، فلوجات، تحديات، خالية من الانمي والمسلسلات والافلام والالعاب وما فيها اي محرمات، تابعها واستمتع، والله ما حد بيقول لك شيء. انا عن نفسي انا اتابع كثير قنوات زي كذا، تحديات وفله ما فيها اي محرمات، والله اني استانس عليها جدا بالذات وقت الاكل. طبعا لا تضيع كل وقتك على هذه القنوات، هذه اوقات بسيطة ترفه فيها عن نفسك، لكن لو كان طول يومك ترفه عن نفسك بهذه القنوات راح تصل الى درجة انك تمل منها وتدور على الشيء الألذ، فاحذر من هذه النقطة. Allah への帰依 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. يعني بصريح العبارة الطاعات والثواب، السيئات والعذاب، أنت اللي راح تتحملها. سهولة الوصول للمعاصي مرعبة جدا. النقطة الثانية إن ابتلاءك دائما هو الأصعب، واللي هو الخلوات. فأنت يا عزيزي ويا حبيبي ويا أخوي في الله راح تؤجر أجر عظيم، لا تحتقر هذا الأجر أرجوك. دام ذنبها عظيم فأجر تركها أعظم. ما أبغاك تروح تكلم أي أحد، ولا أبغاك تروح تحكم على أحد، ولا تتشمت، ولا تضحك، ولا تقول أعوذ بالله هذول كيف يتابعون هذه الأشياء. أنا أبغاك أنت تفكر بنفسك وبمعاصيك وبذنوبك، وإذا كنت تتابع هذه الأمور أو تلعب الألعاب المشابهة تأخذ خطوة لله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المقطع وفي كل من شاهد وفي كل من ساهم بهذا الخير. ولا تنسى التوفيق من الله، الهداية من الله، الثبات من الله. لا تنسى الثلاثة هذه. ادعي لنفسك وادعي لأخوانك المسلمين بهذه الأدعية الطيبة، والأدعية ترى أثرها عظيم عظيم عظيم. إذا عمر بن الخطاب الفاروق دخل الإسلام بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان من أكثر الناس عداء للإسلام. ممكن هذا اللي تشوفه أنت سيء أو مقصر ربي يهديه بيوم من الأيام وينفع الإسلام والمسلمين. بس والله أقسم بالله ماني قادر أقول جزاكم الله خير وبحفظ الرحمن وأنهي المقطع، ماني قادر أبغى أتكلم. يا الله، أسأل الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يحسن خواتمنا، أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خير على دعمكم الطيب وبحفظ الرحمن، والسلام عليكم. يا أخي والله ماني متخيل لي من المقطع، ماني متخيل. يلا بقى الحمد لله، خير الكلام ما قل ودل بعد ساعة.